عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو عن نادي الطفل في مدينة الزهراء اكتوبر الجديدة، حي الصفوة. نادي الطفل دوت تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تمام. تبع جمعية البر والتقوى. دلوقتي هناخد لفة كده في النادي ونعرف ايه النشاطات اللي موجودة عندهم. تعالوا معانا ونشوف مع بعض. تمام، الجزء اللي احنا داخلين عليه ده المكتبة، والنشاط ده اللي قامت بيه أستاذة ياسمين عبد النبي. دلوقتي احنا رايحين على منطقة الكيدز اريا، فيها ألعاب للأطفال. ألف ب ت س ج ح عاملين لهم مكان كده للعب المكعبات والمراجيح والزحاليق والكور. تمام. ومعانا أستاذة ياسمين. ازي حضرتك؟ أستاذة ياسمين عبد النبي، القائمة على مشروع نادي الطفل، يا ريت تكلمينا عنه. هو نادي الطفل طبعا احنا حاولنا ان احنا نعمل حاجه جديده تبعد الاطفال شويه عن الانترنت وعن الكمبيوتر وعن التلفزيون، الموبايلات طبعا، كل الحاجات دي كلها بتاثر على الطفل. فحاولت اعمل حاجه يكون الطفل معانا ومامته وباباه، يعني حاجه للاسره للطفل. فعملنا مكتبه، عملنا كيدزيريا، وعملنا نشاطات تانية زي الدورات التدريبيه، الرسم والخراز الكروشيه. وان شاء الله هيكون في قريب تعليم كمبيوتر وانجليش ولغات تانية باذن الله. ان شاء الله. الحاجات دي بقى باسعار ولا؟ كل حاجه بيكون ليها سعرها وباسعار رمزيه جدا، مش غاليه. والمكان طبعا يعني مريح جدا، وان شاء الله كل اللي هيجي هيتبسط. يعني من خلال الفيديو ان شاء الله ده نكون وصلنا يعني عدد كبير من الناس في 800 فدان او زهراء اكتوبر الجديده. ايوه. وفي انتظاركم ان شاء الله تشوفوا المكان على الطبيعه وتعرفوا اسعارنا وتعرفوا كل حاجه. لا، المكان ما شاء الله جميل جدا، وطبعا ما كانش كده في الاول، فبنشكر مجهوداتك ونشكر جمعية البر والتقوى ووزارة التضامن الاجتماعي ان هي اتاحت الفرصة دي لاطفال المدينة. وممكن كمان نعمل معاهم لقاء كده نشوف ايه رأيهم في المكان. دلوقتي احنا معانا البنات الأمامير دول، هنسألهم ايه رأيكم في المكان. يعني بنحب المكان قوي، وكمان بنحب المكان قوي وبنستفيد من الكتب الموجودة هنا. يعني فيها استفادة كبيرة، وبنستفاد ان احنا يعني مش طول النهار قاعدين على الموبايل، وقعدة البيت زهقانين يعني. تمام. بتحبوا القراية ومبسوطين بالمكان؟ ماشي. بتيجوا كل صيف؟ كل يوم. ماشي، شاطرين. بس
وده كانت نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا ريت بقى تشرفونا وتجيبوا اطفالكم، بجد فرصة حلوة قوي وما تضيعوهاش، عشان عايزين الاطفال بتوع زهراء اكتوبر الجديدة يبقوا طالعين كده مثقفين وينموا مواهبهم وينبسطوا معانا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.